هل سمعتم من قبل همسات قصر بلاكوود؟ إنها ترقص مع الرياح وتثلج أوصالكم. يروي أهل البلدة حكايات، قصصا تنتقل عبر الأجيال، قصص عن أهوال لا توصف، عن عائلة ابتلعتها الظلمات. يقولون إن القصر ما زال قائما، حارسا صامتا ونصبا تذكاريا للمأساة، تذكير دائم بثمن القوة المحرمة. لكن الهمسات قد تكون خادعة، أليس كذلك؟ أم أنها تحمل حقيقة مرعبة؟ ربما لا يكمن الرعب الحقيقي في القصص، بل في الواقع الذي تعكسه. ربما تكون الهمسات تحذيرات تتردد عبر الزمن، تتوسل أن تسمع. منذ قرون حكمت عائلة بلاكوود بلا منازع. كانت ثروتهم أسطورية وقوتهم مطلقة. كان قصر بلاكوود، ملكيتهم الفاخرة، رمزاً لهيمنتهم. لكن وراء واجهة الرخاء كان سر شرير يتفاقم. لم تكن عائلة بلاكوود كما بدت. لقد انغمسوا في الفنون المظلمة، مدفوعين بجوع النهم إلى السلطة. أصبحت أرواحهم ملطخة وقلوبهم قاسية. كل جيل ينحدر أكثر في الظلام، وتتلاشى إنسانيتهم ببطء بواسطة الظلال. لقد عقدوا ميثاقاً، صفقة مع كيان يفوق الفهم. سرعان ما سيعرفون أن عواقبها لا يمكن تصورها. داخل أقفاص القصر المذهبة تكشفت حقيقة مرعبة. كانت هذه الأقفاص شاهدة على أسرار مظلمة، حيث كانت الأرواح المعذبة محبوسة، غير قادرة على الهروب من مصيرها المحتوم. أقيمت طقوس تحت الضوء الخافت للقمر. في كل ليلة كانت الطقوس تتكرر، حيث كانت الظلال ترقص على الجدران والأصوات الغامضة تملأ الهواء، مما يضيف إلى الرعب الذي يحيط بالمكان. أريقت دماء بريئة، لطخت الأرض التي كانت نقية في يوم من الأيام. كانت هذه الدماء تروي قصة معاناة لا تنتهي، حيث كانت الأرواح البريئة تدفع الثمن الباهظ لطموحات الآخرين. أصبح الهواء ثقيلاً، كريه الرائحة، بشر مستطير. كان الجو مشبعاً بالخوف والرعب، حيث كانت الأرواح المعذبة تئن في الظلام، غير القادرة على العثور على السلام. ترددت الصرخات في الأرجاء، وابتلعها الصمت الكئيب. كانت هذه الصرخات تذكر الجميع بالرعب الذي كان يحيط بالمكان، حيث كان الصمت يخفي ورائه قصصاً مروعة. كان الخدم مجرد بيادق في لعبة مروعة، يعيشون في خوف دائم. كانوا يخشون كل حركة وكل صوت، غير قادرين على الهروب من الرعب الذي كان يحيط بهم. لكن عائلة بلاكوود كانت عمياء عن انحدارها. أعمتهم طموحاتهم، فذبلت أرواحهم. كانوا يسعون وراء السلطة والثروة، غير مدركين أن هذه الطموحات كانت تدمرهم من الداخل. كانوا يعتقدون أنهم لا يمكن المساس بهم، وأن قوتهم مطلقة. لقد كانوا مخطئين. كانت قوتهم مجرد وهم، حيث كانت الأرواح المعذبة تنتظر اللحظة المناسبة للانتقام. فسرعان ما قوبل غرورهم عقاب سريع ووحشي. كانت العدالة تأتي ببطء، لكنها كانت حتمية، حيث كانت الأرواح المعذبة تستعيد ما فقدته وتعيد التوازن إلى المكان. إن الليلة التي جاء فيها الشيطان إلى قصر بلاكوود محفورة إلى الأبد في التراث الشعبي المحلي. كانت ليلة مظلمة، مليئة بالغموض والرعب. لقد بدأت بمهارة، برودة في الجو، هدوء مقلق. ثم بدأت الصرخات، صرخات مرعبة غير إنسانية. كانت الصرخات تأتي من أعماق القصر، وكأنها تنبع من قلب الظلام نفسه. بدا أن الجدران نفسها ترتجف، وكأن القصر نفسه يصرخ من الألم. كانت الأرض تهتز تحت الأقدام، والأبواب تغلق وتفتح من تلقاء نفسها. واحداً تلو الآخر لقي آل بلاكوود نهاياتهم المروعة. لم يكن هناك مهرب من المصير المحتوم. كانت الأرواح تتلاشى في الظلام، تاركة وراءها صرخات الألم واليأس. دفعهم جنون رغباتهم إلى أن انقلبوا على بعضهم البعض. كانت العيون تملأها الرعب، والقلوب تتسارع من الخوف. لم يكن هناك مكان للاختباء ولا أمل في النجاة. لقد اكتشفوا بعد فوات الأوان أن الشيطان لا يساوم بحسن النية. كانت الوعود الفارغة تتلاشى، تاركة وراءها خيبة الأمل والدمار. يجمع مستحقاته بكفاءة لا هوادة فيها. لم يكن هناك رحمة،
ولا تراجع. كانت الأرواح تسحب من أجسادها وتجر إلى الظلام الأبدي. بحلول الفجر عاد الصمت إلى قصر بلاكوود، لكن هذا الصمت لم يكن كما كان من قبل. كان صمتا مشبعا بالرعب والرهبة، لكنه كان نوعا مختلفا من الصمت. كان صمتا يثقل على الصدور ويجعل الأنفاس تتوقف، صمت ثقيل وكئيب، صمت الموت. كان القصر الآن مجرد قشرة فارغة مليئة بالذكريات المرعبة والأرواح الضائعة. كان جيمس أصغر أفراد عائلة بلاكوود مختلفاً. لم يكن مثل بقية أفراد عائلته الذين كانوا يتجاهلون الظلام الذي يحيط بهم. كان يشعر دائماً ببرودة داخل جدران القصر، ظلام يثلج أوصاله. كان هذا الشعور يرافقه منذ صغره، وكأنه جزء من القصر نفسه. كانت الهمسات تطارده، همسات عن أفعال عائلته الشريرة. كانت تلك الهمسات تأتي من كل زاوية في القصر، تذكره بما لا يريد أن يتذكره. حاول تجاهلها، إقناع نفسه بأنها مجرد قصص، لكنه كان يعلم في أعماقه أن هناك شيئاً أكثر من ذلك، شيئاً حقيقياً ومخيفاً. لكن الشك مثل الحشائش ترسخ في ذهنه. كان ينمو ببطء، لكنه كان قوياً لا يمكن تجاهله. بدأ يرى الحقيقة في عيون الخدم المرعوبة، في النبرات الخافتة التي كانوا يستخدمونها عندما ظنوا أنه بعيد عن أنظارهم. كان يعلم أنهم يعرفون شيئاً لا يريدون أن يتحدثوا عنه. علم بالطقوس والتضحيات والفساد المطلق الذي تبنته عائلته. كانت تلك الطقوس جزءاً من تاريخ العائلة، جزءاً من إرثهم المظلم. وكان يعلم بيقين مقرف أنه يجب عليه كسر الحلقة المفرغة. لم يكن يريد أن يكون جزءاً من هذا الإرث، لم يكن يريد أن يكون جزءاً من هذا الظلام. كان عليه أن يكفر عن خطايا عائلته. كان يعلم أن الطريق سيكون صعباً، لكنه مستعداً لمواجهة كل شيء من أجل تحقيق ذلك. مسلحاً بثقل خطايا عائلته وبصيص أمل، واجه جيمس الكيان الذي استولى على عائلته. لقد غامر في قلب القصر، في الغرفة ذاتها التي عقد فيها الاتفاق. أصبح الهواء كثيفاً ومليئاً بالحقد. كانت الظلال ترقص في ضوء الشموع المتلألئ. صرخ وتردد صوته في المكان الشاسع. أجابه هدير منخفض: أرسل الرعشات أسفل عموده الفقري. انخفضت درجة الحرارة، وبدأ أن الظلال تتجمع واتخذت شكلاً مرعباً وفاتناً في آن واحد. لقد بدأت المعركة على روح جيمس وعلى مصير